ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم وصفه حلوه جدا وسهله. اول حاجه بعتذر على صوتي بس عشان عندي برد. هعمل معاكم رز بلبن بطريقه بسيطه جدا. مقادير بسيطه موجوده عندنا كلنا في البيت. حاجه حلوه سريعه وخفيفه، وفي نفس الوقت كلنا بنحبها قوي. طيب انا عندي ايه للرز بلبن؟ عندي نص كوبايه رز، غسلاها كويس ومصفيها من الميه. عندي لتر لبن. اضيف معاه ايه؟ يبقى عندي نص كوبايه رز قدامها لتر لبن، وبحط على اللتر لبن هحتاج ايه؟ كوبايه الا ربع سكر. بس مقادير ولا اسهل من كده. الميه ديت عشان هنسلق فيها الرز دلوقتي. وعندي الطبق الصغير ده فيه ايه؟ فيه معلقه كبيره كريم شانتيه ومعلقه كبيره نشا. شايفين يا جماعه المقادير ولا اسهل؟ يلا بينا نعمله بطريقه بسيطه وحلوه جدا. جبت الحله بقى اهو على النار، وهبتدي ان انا اضيف الميه بتاعتي واسيبها. اول ما تبتدي الميه انها تغلي هبتدي احط الرز بتاعنا. شايفين معايا هي الميه ابتدت تغلي بقى. اول ما تبتدي تغلي كده هنزل بالرز بتاعي اهو. ضفت كميه الرز بتاعتي في الميه. هبتدي ان انا بقى اهدي النار شويه واسيبه على نار هاديه خالص يستوي ويتشرب الميه بتاعتي واحس ان هو استوى كده معايا. ممكن اغطي عليه كمان، انا هغطي عليه عشان اضمن كويس ان هو ايه، استوى معايا. تعالوا بقى نشوف كده مع بعض. اهو ابتدى ان هو يتشرب الميه بتاعتي، وابتدى ان هو يدخل ايه، في السوا. انا عايزاه يبقى مستوي ما يبقاش معجن، عشان لسه هضيف له اللبن السخن ما يعجنش معايا. هسيبه دقيقتين تاني كده ولا حاجه، وابتدي ان انا بقى احط له اللبن. اهو الرز بتاعي هبتدي انزل عليه بلتر اللبن اهو. اللبن ده يا جماعه انا عامله فيه ايه؟ انا غلياه قبلها وسايباه ان هو يبرد خالص. الرز كان فيه سنه بسيطه من السوا، مش مشكله، هيكمل سوا مع سخونيه اللبن وكده. انا مش عايزاه زي ما قلت لكم الرزايه تبقى بايشه معايا، لا انا عايزه الرزايه تطلع كده مفلفله في قلب الرز، ما تبقاش معجنه. هيغلي بقى معايا ونعمل بقيه الخطوات مع بعض. سر نجاح الرز بلبن ايه؟ ان طول ما هو على النار انا ايدي ما تسيبوش، اتاني اقلب فيه كده. طول ما هو على النار ايدي ما تسيبش الرز بلبن، على طول ايدي ما تسيبوش. هو ما ضفتش للرز بلبن بتاعي اي حاجه غير اللبن بس. لما حسيت ان الرز استوى شويه ضفت اللبن. وزي ما قلت لكم سر نجاح الرز بلبن ان هو ايه، افضل اقلب فيه كده. عليت بقى عليه النار ومستنيه ان اللبن يغلي معايا. انتوا شايفين ابتدى ان هو يغلي اهو معايا. خلاص مادام غلي هبتدي ان انا اهدي النار عليه تاني زي ما كان، وهبتدي ان انا اقلب. زي ما قلت لكم نجاح الرز بلبن ان ايدك ما تسيبوش، طول ما انتي شغاله فيه عماله تلفي فيه كده بالايه، بالمعلقه بتاعتك، على نار هاديه خالص لحد ما تحسي ان الرز كمل ايه السوا بتاعه. اهو معايا الرز قعدت اقلب فيه كده بتاع 5 دقايق لحد ما حسيت ان هو الرز اتضاعف حجمه كده واستوى معايا. هبتدي بقى اعمل ايه، انزل كميه السكر اللي انا قلت لكم عليها، كوبايه الا ربع. بس انا بحب عامه الرز بلبن السكر بتاعه مظبوط. كوبايه الا ربع سكر دي هيبقى مظبوط معاكي الطعم. السكر الحلو بتحبيه سكر زياده شويه زودي، بس من وجهه نظري لا، هو كده سكره مظبوط بيبقى احلى واخف يعني. وهبتدي ان انا برضو ايه، اقلب فيه كده كويس، ايدي ما تسيبهوش اهم حاجه. زي ما قلت لكم السكر ده اهو معايا وبقى كويس جدا اهو. هتستنصحي وتدوقي رز بلبن وانتي بتعمليه وتشوفي، تقولي هشوف سكره مظبوط ولا لا. لا، الرز بلبن من الحاجات اللي ما بيظهرش السكر بتاعها قوي غير لما بتبرد. كل ما انت هتدوقيه وهو معاكي على النار هتحسي ان هو دلع. عشان كده انا بقولك كوبايه الا ربع سكر هو المعيار اللي هيخلي الرز بتاع اللبن بتاعك السكر بتاعه ايه، مظبوط معاه. هبتدي بقى دلوقتي اخر حاجه هنزلها معاكم ايه، انا جبت شويه ميه دوبت فيهم معلقه النشا الكبيره اللي قلتلكوا عليها، ودوبت فيهم ربع معلقه برضو الكبيره اللي هي كريم شانتيه، عشان اضمن ان مش هيحصل اي تكتلات في الرز بلبن بتاعي. هصبهم من هنا واقلب على طول عشان ما يحصلش اي تكتلات. هبتدي بقى ان انا اقلب فيه كده زي ما قلتلكوا عشان ايه، ما يحصلش اي تكتلات. بحب زي ما قلت لكم ادوب الكريم شانتيه مع النشا عشان اضمن ان هو مش مكلكع معايا. شايفين قوامه؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه. انا مش عايزاه اتقل من كده عشان ما يطلعش تخين معايا واحس ان هو يعني زي الجيلي كده تقيل. لا انا عايزه قوام كده، وهو اصلا اما بيطلع وبيتغرف وبيهدى بيتقل اكتر من كده كمان.
ابتدى ان هو يغلي اهو معايا. برضه انا ايدي يا جماعه مش سايباه، عماله اقلب فيه. ابتدى ان هو يغلي اهو معايا كويس. هبتدي اعمل ايه بقى؟ اول ما يبتدي ان هو يغلي معايا كده كويس هطفي بقى النار. كده انا ضمنت خلاص ان النشا استوى معايا. هبتدي اطفي النار واغرفه بقى معاكم. قلت اوريكم القوام. شايفين يا جماعه؟ طالع كريمي وحلو جدا. كمل بقيه الغرف معاكم اهو. شايفين؟ جربوه هيعجبكم قوي وهيطلع حلو قوي معاكي. هكمل بقى غرف الباقي وارجع معاكم اهو. بعد ما غرفته جربوه هيعجبكم قوي. الكميه دي طلعت لي من لتر لبن واحد. انا حطيت في السلطانيه اللي هناك ديت عشان بحب ادخله كده تحت الشوايه شويه ياخد لون، بيبقى طعم تاني برضو. جربوها هيعجبكم قوي. هستنى تقولي لي رايكم ايه. انا هسيبه اللي هو لما هو يهدى خالص معايا، واما يهدى خالص هبتدي ان انا ادخله بقى التلاجة يسقع وياخد الوش المكشكش كده الجميل. هيطلع معاكي رهيب. جربيه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للقناه. وكل سنه وانتم طيبين.